لو بتلهس من أول سلمتين، اسمع دي، ده مش ضعف، ده معناه إن جسمك عايش على وضع طوارئ طول اليوم. السلم بيبان عليه كل حاجة بسرعة لأنك بتطلع لفوق. لو نفسك بيقطع بدري يبقى في سبب واضح. القعدة بتقلل الهواء وتقفل الصدر وتخلي جسمك يشتغل بنص طاقته. وانت قاعد متني صدرك بيقفل، الهواء يدخل قليل، فالسلم يبين ده بسرعة. هواء سريع من الصدر يعني توتر، الجسم يفتكره خطر فيسرع ضربات القلب وتتعب أسرع. عايز تهدى بسرعة؟ طلع الهواء أطول، كأنك بتقول لجسمك اهدى، مفيش حاجة. رجليك مش ضعيفة، رجليك نايمة. قلة حركة بتساوي العضلة تنسى شغلها والسلم يصحيها بقوة. أول ما تتعب تتوتر، التوتر يسرع الهواء فتتعب أكتر، دي دايرة لازم توقفها. وانت طالع خطوة هوا، خطوة وخرج الهوا أطول، هتلاقي السلم بقى أسهل. مش محتاج خطة صعبة، بس عادة صغيرة 5 دقايق مشي كل يوم هتفرق مع جسمك. بعد أسبوعين التزام هتطلع وتتكلم عادي، مش سحر، ده جسمك رجع طبيعي. ابدأ ب5 دقايق، مش عشان تكسب اليوم، عشان تكسب نفسك، والسلم يبقى مجرد سلم.